السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو جميل جدا بقى، فيديو يفتح النفس، فيديو حلو قوي. معانا هنا سمك المكاريل، صينية سمك المكاريل تعمليها بألف هنا وشفا. طريقة سهلة، طريقة سريعة، بس تختاري سمك المكاريل بأعلى جودة، لأن سمك المكاريل طبعا ده أنواع. تاكلي احلى صينيه. بصي السمكيه عامله ازاي، السمكيه طبعا بتتكلم عن نفسها، طعمه خطير. الصينيه ديت الخضار اللي فيها طعمه احلى من السمك نفسه، طعمه بيشهي. يلا تابعي الفيديو للاخر، وما تنسيش اللايك والشير للفيديو علشان يوصلك كل اشعار جديد باي حاجه احنا بنعملها. شكل خضار عامل ازاي، البطاطس دايبه دوب في قلب السمك. يعني احنا كلنا سيبنا السمك، قلنا البطاطس الاول، طعمها جميل جدا، طعمها بيدوب في البق دوب. يلا نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف السمك الجميل الرائع دوت انعمل ازاي، ونضفناه ازاي، وعملنا الصينية دي ازاي، وعملنا الرز الابيض الجميل ده ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا هنا سمك مكاريل. السمك مكاريلي ده سمك مكاريل اصلي، طعم وجودة. تعرفي السمكية من شكلها ومن جودتها. هتنضفي السمكية بتاعتك، بس يا ريت ما يبقاش فيه غسيل كتير. هنا بس حطيتها عشان انزل كل الحاجات اللي فيها كده من بره، وبعدين فتحتها وشلت كل الحاجات اللي فيها، وشلت الراس بتاعتها ونضفتها من الدم وكل حاجة زفرة فيها طلعتها. اهم حاجة النظافة الاول في الحاجة، علشان تطلعي حاجتك بجودة حلوة بجودة عالية لازم يكون الحاجة نظيفة، علشان تعملي احلى اكلة من احلى اي مطعم انتي شفتيه. السمك ده والله العظيم انا ولادي هما بياكلوه قالوا احلى من مطعم، واحلى من اي سمك احنا بنجيبه من بره. بتشيلي كل الحاجات اللي هو الدم المجمد دوت بسكينة كده، وتنضفيه وتغسليه شطفة بسيطة خالص، وبعد كده بتجففيه بالمناديل. السمك يا جماعة كل ما بينغسل في المية بيبوظ وطعمه ما بيبقاش حلو. كل ما تكون المية قليلة وتنضفيه كويس وتجففيه بالمناديل بيديكي جودة حلوة قوي. طبعا احنا قبل ما بنستخدمه او قبل ما نعمل السمك بتاعنا بنحط فيه ليمون وبنركنه حبة كده عقبال ما نوضب الخضار بتاعنا ونوضب حاجتنا. شفت السمكية بتفتحي بطنها كده، بتطلعي كل اللي فيها، بتطلعي الدم ده. الدم ده بيزفر السمكية، والجوانب السمراء اللي على الجوانب ديت بتشيليها بالسكينة كده. كل ما تنضفي حاجتك حلوة، كل ما تطلعي جودة حلوة، طعم حلوة، ما يبقاش فيه زفارة. الأطفال لما بتحبش السمك هتاكلوا من حلاوة السمك، من ريحة السمك. طعمه قسما بالله كان أحلى من اللحمة المشوية ذات نفسها بالطريقة دي. تابعي بس الفيديو للآخر كده، وفضلا وليس أمرا مشاهدة الفيديو للآخر، وتدعيم الفيديو باللايك والشير لو انتوا شايفين طبعا الفيديو يستحق اللايك منكم، وتعليق حلو منكم بالتعليقات الجميلة اللي احنا بنستناها على طول منكم. واللي اول مرة يشوفنا بقى يا ريت ينورنا ويشرفنا باشتراكه في القناة وتدعيم زر الجرس على الكل، عشان كل اشعار جديد احنا بنعمله يوصلك بكل حاجة احنا بنعملها، ونقدر نفيد كل الناس. لان انا نيتي ان انا فعلا القناة ديت تبقى مش مجرد ربح بس، القناة ديت ان هي تكون حاجة وصدقة جارية، يعني وانا موجودة وبعد ما انا ما اكون مش موجودة تبقى حاجة تنفع الناس. احنا طبعا انا شلته من المية ديت، ما حطيتش مية اي مية تاني، جففته بقى بالمناديل زي ما انت شايفة كده. بصي شكل السمكية من جوه، طبعا النظافة بتاعتها بتتكلم عنها لوحدها. هي كل ما تنضفي كل ما تشيل الحاجات الزفرة اللي جوه، الدم اللي جوه دوت بيخلي طعم السمكية بتاعتك حلوة، بيخلي ريحتها حلوة. لكن لو نقعتيها في المية الأنسجة بتاعت السمكة بتبوظ من المية وبتدي طعم وحش للسمكية. لكن شطفة بسيطة بس عشان كنا نازل الدم منها، وطبعا بتجففيها بالمناديل بتاعتك كده زي ما انت شايفة، وتعصري فيها ليمون او تقطعي فيها ليمون شرايح زي ما انا هعمل كده، وتسيبيها لحد ما تخلصي الخضار بتاعك كله. ده شكل السمك وده نظافة السمك اهوت يا جماعة. هنعمل الخضار بتاعنا ازاي بقى؟ ادي الليمون اهوت انا كنت مقطعاه فيه وركناه لحد ما نخلص. لو لقيتي فيه ميه نازله او دم نازل بتجففيه طبعا بالمناديل بتاعتك برضو،
تحطي فيه الخضار. هنا لازما الحركه دي تعمليها، ان انت تحطي فلفل اسمر. نحط فلفل اسمر في السمك. بنحط فلفل اسمر في السمك، بيدي طعم جميل جدا، بيدي نكهه حلوه قوي، مع بابريكا مدخنه، مع طبعا حبيب السمك اللي هو الكمون دوت، حاجه اساسيه فيه. وبعد كده توم مفروم بكمون احطه، وحركن السمك لحد ما اجهز الصينيه بتاعتي، ياخد ويدي كده في التتبيله البسيطه اللي احنا حطيناها ديت. ولسه طبعا السمك ما عملناش التتبيله الاساسيه، هنعملها واحنا بنعمل الصينيه. معانا هنا بطاطس، معانا جزر مفروم، فلفل جوليان، معانا طماطم برضو جوليان، حبه من الخضار، الكزبره والشبت، عنا حبة من الكزبرة على الشبت مع الثوم المفروم، مع حبة من التوابل بتاعتنا اللي هي البابريكا، الكمون، الفلفل الأسمر. ما بنحطش أكتر من كده، لا ما بحطش أكتر من كده مع السمك. ممكن تجيبي بقى بهارات سمك من بره، بس أنا بحب أفضل الثلاث حاجات دول في السمك، بيدوا طعم ونكهة جميلة جدا. اللي أنا حطيتها ديت هريسة الشطة اللي احنا كنا عملناها مع بعض، بتدي طبعا للسمك طعم حلو قوي. انا طبعا ما حطيتش على البطاطس ديت هريسة شطة، لاني انا معايا اطفال صغيرة فهتبقى حراقة عليهم قوي. هكتفي بس ان الهريسة تكون جوه السمك، هتديله طعم. هي هتدي برضو يعني طعم سبايسي بسيط جدا كده للبطاطس، بس مش هتبقى حراقة قوي. قلبنا كل الخضار بتاعنا ببعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهنملح بقى الخضار. هنزوده ميه بسيطه جدا طبعا عشان البطاطس تستوي. البصل برضه اهوت حطيناه. هتقلبي كل الخضار بتاعك في بعضه. الخضار اللي احنا عاملينه في الطبق دوت اللي احنا هنحشي بيه السمك. خدنا حبه من البصل على حبه من الجزر على حبه من الخضار اللي احنا مخرطينه اللي هو الكزبره والشبت، مع حبه من هريسه الشطه، معلقه من الثوم المفروم، التوابل بتاعتنا طبعا قلبناهم في قلب بعض تقليبه حلوه قوي. ده هنحشي بيه السمك. هو ده بقى اللي انا بحشي بيه السمك اهوت. بعد ما رصيت الصينيه بتاعتي، بتفتحي السمكيه من جنب واحد، ما بتفتحهاش من الجنبين، عشان لما تيجي تشيليها تبقى السمكيه بتاعتك متماسكه، ما تتقطعش منك، لان طبعا لما بيستوي بيدوب جدا، ما بتقدريش تشيليها. لكن لما بتكون من تحت متماسكه ومن فوق بس بتقطعيها عشان تاخد السوا المظبوط، تاخد الطعم الحلو زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو معايا. احنا مش هنكتفي بكده، لا احنا هنحط لها برضو تتبيله من على الوش كده. هنا بقى ده ايه؟ دي بابريكا، حبه من الثوم المفروم، عليهم معلقتين من الزيت، هنقلبهم حلوين قوي في بعض كده. البابريكا دي يا جماعه بابريكا مدخنه، بتدي طعم حلو قوي للسمك، بتديله نكهه حلوه قوي. هنضيفها، بتدي لون جميل جدا لما السمك بيستوي. هنجيب شرايح بقى الليمون اللي عندنا ديت، ونحطها ما بين كل فواصل تقطيعة من السمك كده. هتدخل بقى العصارة بتاعة الليمون جوه السمك ده، غير الليمون اللي احنا حاطينه في قلبه قطع ليمون صغنونه كده. انا شلت القشر وخليته منه، ومسكت الليمون حطيته في قلب السمك علشان يعزز طعم السمك ويخلي طعم السمك حلو احلى. البطاطس بتبقى زفر؟ لا، البطاطس بتبقى جميله جدا. دي شكلها اهي. هندخل بقى الصينيه بتاعتنا الفرن، وبعد كده نعمل الرز الابيض. دي ما عملناش رز صياديه، لا في اولاد عندي ما بتحبش الرز الصياديه عشان بيبقى فيه بصل، فانا حبيت ان انا اعمل رز ابيض بس متبل برضو كده بنفس التوابل اللي احنا حطيناها للسمك، كمون وفلفل اسمر وملح. وكان احلى رز، طعمه جميل جدا. بولادي بيحبوا الرز اللي هو الابيض دوت، وكل الناس بتحب الرز الابيض. اما الرز الصياديه في ناس بتاكله وفي ناس ما بتاكلوش. رز مفلفل جدا، طعمه كان حلو قوي مع السمك. بص، أكلة سهلة، أكلة سريعة، بس أكلة من الأكلات اللي بتفتح النفس اللي الناس كلها بتحبها. طبعا معانا بقى طبق السلطة اللي احنا ما ننساهوش بالخضار بتاع أي خضار بقى في طبق السلطة بتحطيه عندك. سلطة السمك ما بتقولش لأ لأي نوع من الخضار. حط كمية خضار حلوة في الطبق السلطة بتاع السمك، يدي طعم حلو للاكل، بيعزز برضو الاكل معاكي وبيخلي نكهة حلوة قوي للاكل كده. انا كنت بس وضبت الاطباق اهيت علشان اجيب الصينية بقى من الفرن وهي عمالة تبقبق كده زي ما انتوا شايفينها. طعمها جميل جدا، بيشهي. على فكرة انا عايزة اقولك انت ممكن لما توصلي للسوا ده ممكن تقلبي السمكية على الناحية التانية وتحمريها برضو، او تديها وش من الناحية التانية لو انت حابة.
وبعدين ترجعيها تاني. لان احنا طبعا مش مقطعين السمكية من تحت، فالسمكية متماسكة. بصي السمك عامل ازاي، بصي السمك دايب كده، البطاطس دايبة، الخضار كله دايب. الخضار اقسم بالله كان طعمه احلى من السمك نفسه. جربي بس طريقة السمك دي هتعجبك اوي. بس اهم حاجة اهم حاجة جودة السمكية تكوني ضمناها. بتشتري من واحد كويس تقول له عايزة سمك مكاريلا اصلي. ادي شكل الخضار، طعمه جميل كان شكله. بصي طعم وشكل وريحة، كانت الصينية دي قلبة ريحة المكان كله. اقسم بالله لو كنت معانا كنت شفت الطعم والشكل بنفسكم. بص البطاطس هي البطاطس في الشكل متماسكة، لكن في الطعم دايبة جدا وطعمها حلو قوي. السمك ذات نفسه كان قطع كده بتدوب. محبتش بس اقطعه عشان لما كنت اقدمه في الاكل. وده كان شكل الفيديو بتاعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.